الزوجة فضلت واقفة في الصالة، مش عارفة تتحرك، نظرات أهلها بتدور حواليها، والعيال فرحانين بيتنططوا، وأمها بتسأل: فين الغدا؟ الريحة مش باينة خالص. ابتسمت ابتسامة باهتة وقالت: حالا هيتحضر. دخلت المطبخ وهي قلبها بيدق بسرعة، فتحت التلاجة، نظرت للرز البيت والملوخية اللي فاضلة من امبارح، وقالت في نفسها: معقولة أقدم ده لأهلي؟ مستحيل. ما قدرتش تتملك نفسها، دموعها نزلت على خدها، مش من الإحراج بس، من الدرس اللي جوزها علمها له من غير ما يزعق أو يجرح. حاولت تتصل بيه تاني، ما ردش. بعدها بربع ساعة فتح الباب ودخل الزوج، شافته شايل معاه أكل جاهز، ومش بس كده، داخل وراه أمه وأبوه وإخوته. وقتها الزوجة اتلخبطت وقالت: يعني أنت جبت أهلك كمان؟ قال لها بابتسامة هادية: طبعا، احنا دايما بنقول أهلي وأهلك واحد، يبقى ليه ما نتجمعش كلنا؟ قعدوا على السفرة، ضحك الأطفال وحكايات الكبار واللمة الحلوة، والزوجة قاعدة وسطهم، بس المرة دي قلبها بيتعلم. وبعد ما الكل مشي راحت لجوزها وقالت له وهي مكسوفة: أنا أسفة، كنت غلطانة، وعندك حق، الأهل مش غرب، بس العدل مهم. رد عليها بلطف: وانتي أجدع واحدة، لما بتحبي بتكوني أعظم ست. تحب أكتب لك جزء تالت، نخليه فيه مشهد رومانسي بعد الصلح أو حوار عميق بينهم؟